هذا الشيء اللي أنا لحد الآن مالي مقتنع فيه صراحة. هي الثنائية اللي ممكن يعاني منها نادي برشلونة بالمباريات القادمة، سيما انه رح يلعب بالبرنابيو يوم الاحد القادم بكلاسيكو الارض. السلام عليكم يا اصدقائي. برشلونة يضرب اولمبياكوس اليوناني بسداسية لهدف في المونجويك في دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. فيرمين لوبيز وهاتريك لهذا اللاعب الرائع، وثنائية لماركوس راشفورد ولامين يامال بصم بهي المباراة بهدف من ضربة جزاء. قبل ما نبدأ ونحكي شوي عن هي المباراة ووضع النادي الكتالوني بهي الفترة، يا ريت تعملوا لنا اشتراك القناة ولايك للفيديو إن تكرم. برشلونة ربح على أولمبياكوس ب6 أهداف لهدف. الفريق الكتالوني اليوم قدم مباراة رائعة. شوط أول بدايته كان في صعوبة ببناء الهجمات من النادي الكتالوني، لاحظنا هذا الشيء مع بداية المباراة، لكن سرعان ما بدأت المبادرة وبدأ برشلونة يشكل خطورة على مرمى أولمبياكوس يا أصدقائي بدنيا من الناحية الدفاعية قوي، فريق قوي من الناحية الدفاعية، لكن إذا بنلاحظ على لاعبينه بنشوف أجسام لاعبينه والقوة البدنية اللي عند لاعبينه صراحة هذا عانى منه ببداية المباراة النادي الكتالوني، لكن بعدها برشلونة استلم زمام الأمور وسجل هدف وأتبعه بهدف ثاني، هدفين أنهى فيهم الشوط الأول. يعني اليوم إذا منلاحظ يا أصدقائي شغلة، التشكيلة اللي نزل فيها برشلونة درو، خليكم متذكرين هذا الاسم وهذا اللاعب مستقبل النادي الكتالوني بالأيام القادمة. درو هذا اللاعب الرائع يلي اليوم شفناه مثل المكوك بالملعب صراحة. واليوم إذا بتلاحظوا بخط الوسط هذا اللاعب درو ريح كتير بدري يا أصدقائي بخط النص، تمريرات، نقل كرات يمين ويسار، تمريرات بينية، قطع للكرات. فهذا اللاعب صراحة قدم شوط أول غاية بالروعة. المشكلة اللي شفناها اليوم عند النادي الكتالوني هي ثنائية إريك غارسيا مع كوبارسي بالعمق الدفاعي لنادي برشلونة. هذا الشيء اللي أنا لحد الآن مالي مقتنع فيه صراحة. هي الثنائية اللي ممكن يعاني منها نادي برشلونة بالمباريات القادمة، سيما انه رح يلعب بالبرنابيو يوم الاحد القادم بكلاسيكو الارض. ولذلك انا بتصور انك تلعب بإيريك غارسيا مع كوبارسي يعني يمكن شيء مستبعد للمباراة القادمة، لأن في أخطاء. برشلونة عم ينضرب بالعمق الدفاعي، برشلونة بموضوع الدفاع المتقدم والضغط العالي ممكن اليوم نجح مع أولمبياكوس هجوميا، ما له مثل هجوم ريال مدريد وكيليان مبابي فينيسيوس جونيور وبيلينغهام وجولر، ما عنده هي الأسماء أولمبياكوس. ولذلك الأسبوع القادم مباراة الكلاسيكو بهذا الدفاع المتقدم تعودنا، لكن بعمق دفاعي من إيريك غارسيا مع كوبارسي أنا بتصور رح يعاني النادي الكتالوني ورح كتير يتشكل عليه خطورة ورح ينبنى عليه كتير من الهجمات، ورح نادي الملكي رح يخلق العديد من الفرص سيما خلف المدافعين، الكرات هي اللي من خلف المدافعين أو الكرات البينية. ونحن شايفين يا أصدقائي أردا جولر تحديدا من بداية الموسم والشيء اللي عم يعمله هي الثنائية الرائعة مع كيليان مبابي. نعم بالدي عائد من إصابة إلى الآن ما رجع 100% لمستواه، على الرغم من أنه أدى مباراة جيدة نوعا ما اليوم. بالدي معروف، بالدي تحديدا من الناحية الهجومية لاعب رائع. كوندي في تراجع بعض الشيء بمستواه، حتى من بداية الموسم ما ظهر كوندي يلي شفناه الموسم الماضي. إذا بنيجي على خط الوسط حكينا عن درو، خلينا نحكي عن بيدري الرائع، بيدري الفنان، بيدري كل شيء بدنا نحكيه عن بيدري. هذا بيدري قائد أوركسترا، هذا بيدري للمتعة، هذا بيدري لحتى يأرجيك وجبة كروية دسمة بعالم كرة القدم. من أيام إنيستا وتشافي وبوسكيتس لاعبي خط الوسط ما شفنا لاعب وسط بيلعب بهي الطريقة، بيضبط إيقاع اللعب بطريقة غريبة عجيبة. هذا اللاعب بخط الهجوم راشفورد سجل هدفين، رح أحكي بعد شوي عن فيرمين لوبيز. راشفورد سجل هدفين، في تحسن بمستوى هذا اللاعب. الطرد أثر، نعم طرد لاعب أولمبياكوس كان مؤثر صراحة على هذا الفريق. بس يا أصدقائي لازم نعرف شغلة،
وشغلة كتير مهمة انه برشلونة عدى اسبوع صعب. هذا الاسبوع صعب، عودة من توقف الدولي، اصابات بالجملة، عدد كبير من الاصابات الامر الثاني، والامر الثالث ضغط المباريات، والامر الرابع انه عم ينتظروا كلاسيكو الارض الاحد القادم بالبرنابيو. هذا الكلاسيكو يا اصدقائي ما بيحدد بطل الدوري، هذا الكلاسيكو هو كلاسيكو ثأري. انا حكيت الاسبوع الماضي عن هي المباراة، ولذلك اذا بنلاحظ لاعبي برشلونة هن بالملعب تفكيرهم بالبرنابيو، عقلهم بالبرنابيو. ايه سجلنا 6 اهداف اليوم، لكن المباراة القادمة بصراحة رح تكون مباراة كبيرة كبيرة كبيرة، خصيصا بعد تصريحات لابورتا عن تحكيم بالدوري الإسباني، والرد القوي والعنيف من كورتوا حارس مرمى النادي الملك. لنرجع للمباراة يا أصدقائي ونحكي عن فيرمين لوبيز يلي سجل هاتريك. عودنا فيرمين لوبيز على تسجيل الأهداف، على صناعة الأهداف، عودنا هذا اللاعب دائما أنه يكون قوة ضاربة بخط وسط النادي الكتالوني، وهذا الشيء اللي شفناه اليوم بصراحة. قدم مباراة رائعة. لامين يامال على الجهة اليمنى رائع. لامين يامال يا أصدقائي هذا اللاعب أنا بتمنى شغلي بس، هذا اللاعب يبتعد عن الأشياء اللي بتشغل له ذهنه. وأكيد كلاتنا شايفينه الصور، يعني التصوير الكتير والسوشيال ميديا والعلاقات. البعض بيقول لك يعني في أشياء كتير ممكن تأثر على هذا اللاعب بقادم الأيام وقادم المواعيد. الإصابات، ونحن بنتذكر نيمار كيف كان نيمار من أحسن لاعبي العالم، وكان نيمار مرشح أنه يكون أحسن لاعب كرة قدم بالعالم، لكن الإصابات واللامبالاة والمشاكل اللي عانى منها هذا اللاعب ممكن إذا انتهج نفس النهج لامين يامال بصراحة رح يكون في مشاكل كبيرة على هذا اللاعب. لامين يامال قدم مباراة رائعة مثل عادته، لاعب ممرر صانع للأهداف، لاعب بأي كرة ممكن يشكل خطورة، بأي تسديدة، كل كرة على المرمى للامين يامال فيها خطورة على مرمى أولمبياكوس بمباراة اليوم. نعم برشلونة ربح، نعم برشلونة قدم مباراة جميلة، نعم برشلونة مثل ما حكيت تفكيره بالكلاسيكو الأسبوع القادم، نعم برشلونة أنهى الأسبوع بشكل جيد، ربح على جيرونا بالوقت القاتل بهدف أروخو، ربح اليوم كمان بالمونجويك على أولمبياكوس ب6 أهداف لهدف. نتيجة كبيرة بعد الخسارة المباراة الماضية أمام بي اس جي باريس سان جيرمان على نفس الملعب. برشلونة من الفرق الكبيرة يا أصدقائي. برشلونة على الرغم من الغيابات يبقى برشلونة، يبقى هذا الفريق القوي، يبقى هانز فليك هذا المدرب الرائع اللي عم يرجينا دائما انه انا في عندي حلول. على الرغم من الغيابات انا موجوده عندي الحلول. يعني تشيزني يا اصدقائي، تشيزني على الرغم من غياب خوان كارسيا هذا الحارس يلي بدا الموسم بشكل رائع، والاصابه اللي تعرض لها واصابه الغضروف والعمل الجراحي، تشيزني عوضه. وانا برايي مشكله تشيزني هي بس التمرير، هي بس التمرير، لكن هذا الحارس عم يتصدى لبعض الكرات ومثل ما شفناه بمباراة جيرونا أو اللي قبلها. ولذلك هذا الحارس يعول عليه صراحة هذا الموسم، لأنه رح يكون البديل الأول بعد خوان غارسيا، وهذا الشيء يلي شفناه. نعم برشلونة ما له فريق إلى الآن متكامل، والسبب هو قلة العناصر، هو الفقر على دكة البدلاء اللي عم يعاني منها هانز فليك. بس دائما إذا بنلاحظ يا أصدقائي إنه هانز فليك دائما بالمؤتمر الصحفي بيقول لك أنا عندي حلول، بيقول لك موجود الحل رغم الغيابات. ما بيشتكي كثير أو بيشتكي من موضوع الغيابات. في غيابات مؤثرة رح نشوفها الأسبوع القادم أمام ريال مدريد، وعلى رأسه رافينيا. رافينيا هو ملك الضغط العالي صراحة بخطة وطريقة لعب هانز فليك، السيطرة والاستحواذ والضغط العالي والسرعة باستخلاص الكرة من لاعبي الفريق الخصم. هذا أول لاعب وأكثر لاعب يجري بالملعب دائما رافينيا. نعم كلاسيكو الأرض بالانتظار. برشلونة أنهى هذا الأسبوع بشكل جيد، فوزين، واحد باللاليغا والثاني بدوري أبطال أوروبا. اليوم النتيجة كانت كبيرة، اكتساح، اللاعبين عملوا اللي عليهم، والمدرب كان بصراحة مشغول فكره بمباراة الكلاسيكو ممكن، لأن ريح بعض اللاعبين. فرانكي ديونغ ما كان بالتشكيلة الأساسية إذا لاحظنا يعني، وهذا الشيء. أروخو ما كان بالتشكيلة الأساسية. هل يا ترى رح نشوف أروخو أساسي أمام ريال مدريد؟ هذا القرار عائد لهانز فليك. رأيكم بأداء برشلونة يا أصدقائي؟ رأيكم بعودة فيرمين لوبيز القوية وتسجيله 3 أهداف، بتطور مستوى راشفورد، لامين يامال،
ورأيكم دائما لازم نسأله ببيدري أحسن لاعب خط وسط بالعالم، اللاعب الفنان الرائع. ويا ترى رح يتوافق على استئناف نادي برشلونة يستأنفوا بخصوص البطاقة الحمراء لهانز فليك؟ خلونا نشوف ونتابع. اشتركوا بقناتنا. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.